مرحبا. هلا. تعرفوني على اسمائكم؟ زينب. سوزان. انت اليوم قلتي لي صدفة سألتي حدا الصبح، شو قلتي له؟ قلت له بصوت عطية كيفك من جوا؟ قال لي كثير منيح. قال لي انت كيفك من جوا؟ قلت له بصراحة زفت. ليش ما ليش؟ قلت له خلص بعدين بحكي لك بس. شو أكتر المشاعر اللي عم تحسيها بهذا الوقت؟ مشاعر يعني من خلال ال 16 ساعة يلي مضوا خيبة. خيبة. بصراحة ما بعرف ليش، مع اني انا كثير حدا متفائل يعني بالحياة، بس ايه. هو اكتئاب عام ولا عم بتصير صاير شيء بشكل مباشر؟ لا اكتئاب عام يعني من عم يصير يعني تعرف انت يعني. وانت كيفك؟ تمام الحمد لله. ماني مقتنع. كيفك من جوا بصوت عطية؟ انه رضيانة. رضيانة. ايه مقتنعة رضيانة. شو أكتر شيء حدث صار معك بحياتك وغير لك حياتك؟ الخذلان، انك تثق بحدا وتكون عاطيه كل ثقتك ويخذلك بأبشع الطرق حتى يعني. هذا الخذلان الكبير اللي صار معك كيف تجاوزتيه؟ يعني انا بطبعي خلص بس حط براسي اني بدي اطلع خالصين، يعني بس افقد الامل باني اقدر صلح شيء. اوكي طلعتي، بس كيف تجاوزتي نفسيا؟ ما بعرف، نعمة من عند الله النسيان. الواحد مع مرور الوقت بيتعود. بيقتنع والزمن يعني كفيل انه ينسيك الشغلات البشعة، الشغلات يلي مرت بحياتك، ان كان حبيب، ان كان خيبة صديق، إن كان اي خيبة يعني حواليك من ناس مقربة منك. ليش نسبة التعاسة بحياتك من 100؟ 50. 50. والله نسبة عالية. هون نسبة التعاسة ما بتتجاوز فوق 10. الحمد لله طبعا. ايه يعني طبعا هي 10 راحت انه في اشخاص فقدناها، كونه طبعا مو اصدقاء او احبه او شيء، طبعا انه عائلة. العائلة اهم شيء، يعني هي الوحيدة يلي ما بتنتسى ولا في حدا بينسينا اياهم. شو بتتمني بهي اللحظة؟ ما بتمنى شيء. ما هيك تاركتها هيك على التيسير. لا هذا السؤال كثير صعب عليك. انا عن جد ما بتمنى شيء، خلص على التيسير. حياة سعيدة بس هيك، بسيطة مو بسيطة يعني حياة سعيدة. شو هي السعادة؟ راحة البال، يعني ما مشاكل. يعني أحيانا بتلاقي حالك إنه مثلا طبيت بمشكلة، خلصت منها رجعت، رجعت هيك. بس طبعا هلا أنا الحمد لله في راحة بال، بس يعني الواحد ما بيخلق، أي إنسان بالدنيا ما معرض إنه يكون عنده مشاكل. آخر سؤال بدي أسألكم يا أنتم التنتين، طبع موجود عندك بتتمني إنك تغيري، هبلش من عندك. طبعا بتمنى يعني هيك، يعني شغلات انه مثلا كرهانة شخص ما فيني خبي الكره ابدا. ممكن اذا اي شيء بيزعجني منه، وانا بحاول اوصل له هي الفكرة انه انا مزعوجة منك او كرهانتك، بس هي اذا كرهت، طبعا مو بكل الاحوال، بس اذا كرهت حدا. هلا بتقلي كل العالم بتقول هيك. طيبة قلبي. الزايدة كتير وحنية لدرجة انه حتى الاشخاص اللي اذوني بيعصوا لي انه انا قلبي اطيب من قلبك، بس ما ذكرت طيبة القلب. الحنية الزايدة لانه ايه يعني ما نزعجتني طيبة قلبي بصراحة، لانه بعرف اتعامل مع المواقف. هون شكلها ما بتعرف تتعامل. لا انا بيعص قلبي دغري انه حتى لو حدا يعني اذاني. الناس سواسي يعني، مين ما كان بتتعامل معه بطيبة قلب، مين ما كان. تمام. حاسة رح ابكي. ليه هي اللحظة؟ حتصير ترند. ما بدنا دموع. لا اكيد ما رح ابكي. الله يبعث لكم ايام حلوه يا صبايا. الله يسلمك. وانا عن جد شرفت فيكم. الله يسلمك، ونحن إلنا الشرف. تسلم، شكرا. اعملوا باي للكاميرا. باي. شكرا. سلام.